الصفات الإبداعية والفنية هل هي الإنسان بيبقى مولود بيها ولا ممكن يتم تنميتها أو تدريبها زي أي عضلة بندربها في الجيم؟ أنا عارفة إن أنت مهندس إضاءة وعملت مشروع كبير مع زها حديد. كل إنسان في الدنيا مبدع، واللي بيقول أنا صوتي مش حلو واللي بيقول أنا بعرفش ألعب موسيقى وما عنديش وقت مظبوط في الموسيقى هو كل الكلام ده إحنا اللي بنعمله لنفسنا عشان نمنع نفسنا من اكتشاف آفاق كبيرة جدا. مش بتحس إن الناس ممكن تحس إن أنت بتحب تعمل شو أو بتحب الاهتمام قوي، ما بتفكرش إن يعني ده حاجة ممكن تقف ضدك؟ في مقولة مشهورة بتقول أنت عمرك ما هتندم على اللي أنت عملته، أنت دايما هتندم على اللي أنت ما عملتوش. حلوة النصيحة دي. ليه فعلا الناس بعد ال40 تحديدا 45 بالذات 50 فكرة تجربة حاجة جديدة أو حاجة مختلفة هي فكرة غير مقبولة وتقيلة على القلب قوي يعني. ليه الوطن العربي بالذات الموديل بتاعك في الرجالة قليل؟ يعني بتلاقي ستات كتيرة ممكن تعمل حاجات مختلفة، ليه ما فيش رجالة سالكة كده يعني جربوا حاجات كتير ما بيفرقش معاهم، يلبسوا بامبا يلبسوا مطرقعة؟ ليه في توقعات ان الراجل يبقى في قالب معين غلس كده؟ كبرياء للأسف عند الرجالة أعلى من عند الستات. أنا دايما بقول في الكبرياء الإيجو وفي الناحية التانية لاف، يعني بحس ان الحب والكبرياء هما بالظبط الخير والشر. لأن أنا اعتقادي إن الأفكار ما بتجيش من عندنا، الأفكار بتيجي من فوق. أهلا بيكم في النص التاني من محدش قال. في النص التاني بحاول أقابل ناس قدروا يعملوا حاجة ظريفة في المرحلة العمرية اللي احنا فيها، أو يقدروا يفيدونا معلومات مهمة إن احنا نقضي نصنا التاني من العمر بأكتر طريقة صحية وحماسية على الحياة. معايا النهاردة حد يعتبر من أكتر الناس اللي بتعرف تنبسط في نصها التاني من العمر. أمير مهندس إضاءة كوظيفة، لكن كل يوم بيعمل حاجة جديدة، بيعمل سكيت بوردينج، بيعمل دايفنج، بيرسم، بيعمل لبسه هو الديزاين بتاعه، بيلعب ميوزك تحفة. أنا كنت حابة أن أنا أتكلم مع أمير عشان أعرف هو إزاي التركيبة بتاعته دي وليه مش ناس كثيرة بتقدر تعمل اللي هو بيعمله. هاي مريان، شكرا جزيلا ان انتي استضفتيني، يعني انتي صديقة عزيزة وشخص بحترمه جدا، فكنت مبسوط ان انا هاجي. انا يا ستي امير السبكي، مهندس بالتعليم، فنان بكل ما هو خارج التعليم. يعني انا ما درستش اي حاجة فنية في حياتي، ولكن كل حاجة في حياتي بتتمحور حوالين الفن والابداع، الكرياتيفيتي. فانا لو هوصف نفسي انا اقول على نفسي حاجتين: انا فنان جدا وانسان جدا، يعني بهتم جدا بكل ما هو فني وكل ما هو انساني في الحياة. تقدر تقولي هل انت ساعات بتحس انه ربنا خد كل المواهب اداها لحد ونسي بقية الناس، ولا الموضوع ملوش علاقة بموهبة، له علاقة اكتر بان انت عندك روح طفولية وبتحب تجرب حاجات كتيرة؟ سؤال جميل، لان انا بقالي فترة بحاول احلل الموضوع ده. يعني انا ذاكرت شوية الفترة اللي فاتت وقعدت اشتغلت على القصة دي. هل الصفات الإبداعية والفنية هل هي الإنسان بيبقى مولود بيها ولا ممكن يتم تنميتها أو تدريبها زي أي عضلة بندربها في الجيم؟ بنتيجة البحث ده توصلت لأن أنا عملت كورس اسمه كرياتيفيتي كوتشنج للإبداع يعني تحديدا، وهو بيقول الكورس إن احنا كلنا مولودين مبدعين، بدليل ان اطفال بيبقى عندهم ليفل او مستوى من الابداع اعلى كتير من الكبار، وبيبدا مع الوقت يقل. وده في رايي ناتج ان احنا مولودين بقدر معين من الحريه، خالي من رؤيتنا لحكم الناس علينا وراي الناس فينا، وعايزين نعمل اللي احنا بيعجبنا. ومع الوقت كل سنه بنتعلم درس في الحياه ان لا كده عيب، ده ما ينفعش، ده ما يصحش، ده راجل ما ينفعش تلبس بينك. يعني بنتعلم حاجات كتيره جدا كلها بتحدد وبتحجم حجم الابداع والكرياتيفيتي والفن عندنا. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أي إنسان لو هيأ لنفسه المساحة والجو الكافي اللي يخليه مبدع هيبقى مبدع. بس إحنا عقلنا بيقف في الطريق، تقاليدنا وعاداتنا احيانا بتقف في الطريق لو حاجه ممكن ما تكونش غلط بس تكون عاداتنا ضدها. كمان راي الناس ودعم الاهل احيانا، مش يعني الاهالي كلهم بتعمل اللي عليها طبعا، بس احيانا بيبقى فيه عدم فهم للنقطه دي، وبيحسوا ان من مصلحه ولادهم ان هم يتحطوا على الطريق قضبان القطر، ما يطلعوش بره، يمشوا على السيستم اللي هو متعودين عليه وابائنا عن اجدادنا. انا رايي بالعكس، كل انسان في الدنيا مبدع، واللي بيقول انا صوتي مش حلو واللي بيقول انا ما بعرفش العب موسيقى وعمري ما عنديش تايمينج وما عنديش وقت مظبوط في الموسيقى هو كل الكلام ده احنا اللي بنعمله لنفسنا عشان نمنع نفسنا من اكتشاف آفاق كبيرة جدا. طب انت كلمت عن الاهل وبداياتنا وكده، عايزه اعرف انت في بيتكم كان بيت مصري تقليدي ولا كان في مثلا فنانين، في حاجه الهمتك من وانت صغير؟ لا، احنا بيتنا كان تقليدي جدا وكان كلاسيكي. والدي عسكري ضابط. واو. اخر حاجه كنت اتوقع. لا والدي ضابط وكان طيب جدا جدا جدا، بس ربنا يديله الصحه يعني، بس هو حياته عسكريه.
شويه، وكل ما يعرفه هو ايوه لا تمام يا فندم حاضر يا فندم. فما كانش فيه المساحه دي من الايه من التفكير. بنحب الفن بنحب الموسيقى، لكن عمرنا ما كنا نتخيل ان حد مننا يبقى بيلعب موسيقى او فنان، او كان دي حاجه بالنسبه لعيلتنا مستوى اقل من المهندس والدكتور والضابط. يعني كان في فرق في الطبقه الاجتماعيه دي بالنسبه لهم، ان الموسيقار بيعتبر حاجه واحد ما عندوش حاجه فبيلعب مزيكا يعني. بشكل عام احنا ما كناش عندنا المساحه ان انا لو كنت قلت لاهلي عايز ادخل فنون جميله مثلا كان ممكن تبقى فاهم مشكله بقى يعني، كانت تبقى مصيبه. يعني الولد انحرف، الولد مخه راح، الولد ذكائه وال99 95 ولا مش فاكر كام في المية في ثانويه عامه راحت على الفاضي. فهو ده كان واللي يضحك اكتر يا مريان ان انا امتحان ثانويه عامه اللي فيه قدرات، كان في امتحان اسمه قدرات عشان لو حد عايز يدخل فنون جميله او عماره لازم يعمل الامتحان ده. انا كنت احسن واحد برسم في الفصل، لدرجه ان مدرسه الرسم بتاعتي سرقت رسوماتي وانا في اعدادي وحطيتها في معرض باسمها. يا نهاري. فانا كنت برسم حلو جدا. انا مش زعلان منها على فكره عشان هي لو شايفانا يعني. انا كنت اصلا مبسوط جدا. مسامح. لا انا كمان مسامح، وكنت كمان فلاترد يعني. كنت حاسس بان انا ده تكريم ليا، ان انا واحد عيل صغير ومدرسته بتاخد رسومات وتحطها في معرضها هي. اللي حصل ان انا بقى في امتحان ثانويه عامه، امتحان القدرات، سقطت. انت متخيله يعني؟ حاجه غريبه جدا، اللي هو ايه، خلاص انا ما كانش ينفع ادخل في الحته دي في وقتها. وترتيبه كده اللي حصلت من عند ربنا ان انا درست هندسه وطلعت من هندسه اشتغلت كام سنه، وبعد كده رجعت تاني فنان برضو. بشتغل مصمم اضاءه للاضاءات الخارجيه للمباني، ده شغلي الاساسي غير كل الهوبيز والهوايات اللي انت حكيتيها. فده جزء منه كبير هندسي، لازم افهم التكنولوجيا اللي بنستخدمها في الاضاءه. وفي نفس الوقت الجزء الاهم بالنسبه لي هو الجزء الفني، الوحدات الاضاءه، الكشافات، الكلام اللي احنا بنستخدمه ده ازاي نقدر نوظفه بطريقه جماليه تخلي المبنى شكله حلو وبيحمل قصه وبيحمل معنى، بيوصل ايموشن، بيوصل احساس معين للي بيتفرج عليه، مش مجرد حاجه بتنور بشكلها حلو. فده ميكس اللي حصل. طيب عندي ليك سؤال، ليه الناس بعد سن ال 45 ما بتبقاش مقبله انها تقعد تجرب حاجات كتيره زي حد زيك، وتقول ايه لحد ان يشجعه ان هو يغامر ينطلق في حاجات جديده؟ والله الجزء الاولاني من السؤال انا مش عارف ليه يعني. ليه فعلا الناس بعد ال40 تحديدا، 45 بالذات 50، بيبدا يبقى فكره التجربه حاجه جديده او حاجه مختلفه هي فكره غير مقبوله وتقيله على القلب قوي يعني. اقول لحد تعالى مثلا نروح نعمل كذا، يقول لي بس انا ما عمري ما عملت ده، ما بعرفش. طب انت جربت قبل كده؟ لا ما جربتش. طب عرفت منين انك ما بتعرفش؟ انت ممكن تعرف يعني. واحد نفسي بيقول لي انا من وانا صغير نفسي العب درامز بس ما جاتليش فرصه، فانا مش متخيل ان انا ممكن اعملها. اقول له ايه الفرق بين ان انت تبدا درامز وانت عندك 45 سنه وتبدا درامز وانت عندك 15 سنه؟ الفرق ان هيبقى تحصيلك وفهمك اعلى شويه وانت صغير، بس اللي هتعمله في 10 كلاسز وانت 45 كان ممكن تعمله في 2 وانت 15. بس معنى كده انك ما تعملش؟ لا، مفيش مبرر يعني الناس ما تعملش حاجه. في جزء برضو بصراحه وخلينا عمليين، عاده اللي في سن 40 45 50 بيبقى خلاص عنده حجم معين من المسؤوليات، وبقى النجاح الوظيفي والعيلة ومسؤوليات والحاجات المادية وغيره بتخليه في ساقية. يعني ما عندناش الدلع بتاع ال20 سنة لما كنا في بيت أهالينا وبيصرفوا علينا وبنعمل احنا عايزينه. بقى في حاجة بتجري وراكي. فالواحد لو ما ركزش واكتشف ان هو بدل ما يفضل يجري والقطر بيجري وراه كده عايز يدوسه، هو ممكن بس يطلع بره ويخلي القطر يعدي عادي خالص ويكمل ويرجع تاني يجري. بس بيتحكم في معدل جريه. ده حاجة احنا ما بنعملهاش. احنا للأسف اللي شاطر فينا بيتمرن مثلا بيروح الجيم، هو بيحس ان الجيم برضو عبارة عن ايه، انا هروح اجري عشان عندي كذا وهعمل التمرين ده عشان عندي كومبيتيشن، والولاد هينزلوا يعوموا في البيسين عشان عندهم مفيش حاجة كده بالهداوة. كل حاجة بقت واجب، بقت ديوتي، بقت مسؤولية، بقت حمل. ما بقاش عايشين حياتنا عشان نتبسط. مش بقلل من قيمة المسؤوليات، مسؤوليات مهمة جدا، ولكن في مسؤولياتنا ما ننساش نفسنا، حق نفسنا على نفسنا. احنا بننسى ندي نفسنا حقنا وبنفتكر شطارة ان انا ضحي عشان خاطر كل الناس وانا مش مهم. بينما حقيقة الامر ان انا لو ضحيت بسعادتي انا مش هعرف اساعد حد. واحنا عارفين الكلام ده نظريا، والكوبايه المليانه والكوبايه الفاضيه، بس تعالي التنفيذ بقى. مين فعلا بيبقى واخد باله من نفسه عشان يعرف يدي ولاده، يدي اهله، يدي اصحابه، يدي شغله؟ مفيش. احنا في ساقية. فانا نصيحتي لاي حد، في مقولة مشهورة بتقول انت عمرك ما هتندم على اللي انت عملته، انت دايما هتندم على اللي انت ما عملتوش. فمفيش اي مانع انك تجرب حاجة. عايز تجرب بادل تنس، عايز تجرب تروح صلصة دانسينج، عايز تروح تتعلم آلة موسيقية، عايز تروح تتعلم دروس غنى وموسيقى، تتعلم دروس مسرح وتمثيل، ما تروح. يعني لو عندك
ساعة في الأسبوع، ما تعمل نشاط جديد. يعني أي هواية، أي حاجة تيجي في دماغك تشوفها في يوتيوب فيديو وتحس إن هي ما فيهاش حاجة بالنسبة لك غلط أخلاقيا ولا منافية لأخلاقك ومبادئك في الحياة، طب ما تجرب، هيحصل إيه؟ لما نجرب هنلاقي حاجات تعجبنا وحاجات ما تعجبناش، حاجات مناسبة لينا وحاجات مش مناسبة لينا، لكن لو ما جربناش هنعرف منين. طيب عندي ليك سؤال. اي حد بيتابعك على السوشيال ميديا بيلاقي ان انت تلبس الوان فاقعه قوي، مطول شعرك، بتعمل حاجات غريبه، نضارتك نصها غير التاني، مش بتحس ان الناس ممكن تحس ان انت يعني بتحب تعمل شو او بتحب الاهتمام قوي؟ ازاي بتسكت الاصوات اللي هي ممكن تكون محبطه او ممكن توقفك من ان انت تبقى تحب تشارك في الناس في اللايف ستايل بتاعك اللي هو ممكن فعلا يلهم ناس كتيره حواليك؟ هي بنرجع للنية. يعني انت عايزه ايه من اللي بتعمليه؟ هو ده السؤال. لما انت بتعملي حاجه، ممكن اعمل فيديو سخيف جدا يضحك بس، يعني سوري هبل، يعني ما فيهوش اي حاجه مفيده خالص، بس انا في اللحظه دي انا بضحك ومبسوط، وعشمي اللي بعمله ده يخلي حد يضحك او يخلي حد يبتسم او يخلي حد كان مقري في اليوم ده يغير له موده لما يشوف حاجه تضحك، بغض النظر ان ممكن يتقال عليها لذيذه او يتقال عليها دمها تقيل او يتقال ايه البهلوان ده الاراجوز عامل نفسه. يعني انا كل القصه دي بحاول اطلعها من دماغي. طول ما انت عندك وضوح في الرؤيه ووضوح في النيه عايز تعملي ايه، حتى لو هتغلطي هتنامي بالليل مرتاح. انا بالنسبه لي لما بعمل حاجه بحاول ابقى صادق مع نفسي، ان انا لو حد جه قال لي دي احلى حاجه شفتها في حياتي، وواحد تاني بعديه على طول قال لي دي يعني اغبى حاجه شفتها في حياتي، احاول داخليا يبقى الرايين عندي متساويين، بغض النظر وفقتي ولا لم توفقي، عملتي حاجه ممكن تكوني قلتي حاجه ما كانش المفروض تتقال، او عملت حاجه مش المفروض تتعمل، او قلت كلمه بهزار كان فيها مثلا اساءه ادب، او قلت حاجه من غير قصدي، اتريقت على حد من غير ما اخد بالي. كل الكلام ده طالما الواحد بنيته كان عايز يعمل حاجه فيها خير وفيها سعاده وفيها بهجه وفيها سرور وطاقه ايجابيه للحياه، خلاص كلنا بنغلط، فمش مشكله اغلط وانا بعمل حاجه كويسه بدل ما اعملش حاجه. طيب باك للسؤال اللي انت قلته، خلينا نكون عمليين. ده سؤال فعلا مهم جدا، لانه فكرك لو انت كان مثلا عندك عيال كتير ومصاريف تقيلة وما عندكش دقيقة تشوف قدامك، كنت هتقدر برضو يبقى عندك الالتزام ان انت تاخد من وقتك وتعمل هوايات تانية تخلي حياتك غنية اكتر؟ سؤال فردي بحت، ما اقدرش طبعا احكم عليه غير لو كنت في الموقف ده. ما اعرفش الناس اللي عندها مسؤوليات كبيرة وثلاث أربع ولاد ومدارس وقصص دي هيعرفوا يعملوا كده ولا لا، بس أنا بقولك بصراحة من اللي بلاحظه حواليا، لا في ناس بتعرف، في صحابي وفي ناس من عيلتي ومن معارفي كتير عندهم مسؤوليات أكتر مني 100 مرة، وعارفين يخصصوا من وقتهم وقت للحاجات اللي بيحبوها، وعارف مدي بيته حقه، مدي ولاده حقهم، ومدي نفسه حقه، بيروح يتفسح وبيعمل الحاجات بتاعته الدايفنج وغيره. لا أعتقد إن ليها معادلة، بس هو لازم واحد يبقى عنده الوعي ده، ان والله مش حاجة حلوة ان انا ابقى تعيس عشان ابسط كل الناس اللي حواليا. لازم نستوعب دي فكرة ان انا مضحي، فانا مش مهم انا احط نفسي اخر واحد، ومش مهم اتبسط، ومش مهم اعمل حاجة، مهم كل الناس اللي حواليا ايه، اريحهم. الحقيقة انت اللي بتريح نفسك ولا بتريح غيرك، لان انت ما تقدرش زي ما قلنا تدي غيره وانت عندك مخزون من السعادة والهدوء النفسي والرضا والصحة والرياضة كل حاجة. فدي يعني لا ما فيش حجة، مش بقول كده عشان أنا في الموقف، أنا ممكن كنش في الموقف ده بالمسؤوليات الكبيرة دي، ولكن أنا مش شايف إن في حجة إن الإنسان ياخد باله من نفسه خالص. يعني عايزة أسألك، لما الواحد يقعد يجرب في حاجات جديدة ويتعلم حاجات مختلفة، ده بيغير فيه إيه؟ ده بيغير كل حاجة. ده بيخلينا نصغر في السن. دي حاجة مهمة بقى. نرجع نقول 40 45 ايا كان، انا 46 دلوقتي، انا فعليا والله مش بقول كده، يعني انا احساسي من جوه انا 25 سنة 25 23 ماكسيمم. انا 18. يعني لا ممكن 18 حلو، بس انا احساسي انا 23 25، لان انا عندي كمية من الحماس الحمد لله جوايا، يعني تغطي 3-4 تينيجرز يعني لكن ده ناتج مش عشان انا مولود كده ومخلوق كده وبصحى كل يوم ابقى متحمس للحياه، لا انا بعمل كل يوم حاجه جديده، حاجه مختلفه، بجرب حاجات. انا لو قلت لك يعني في حاجات ما ينفعش اقولها في البرنامج بس انا بجرب اي حاجه، يعني اي حاجه تيجي قدامي كتجربه، تيجي تعمل كذا يلا بينا نجرب. فلما بجرب بكتشف ان انا فايتني كتير قوي لو ما جربتش. يعني ما سكاي دايفنج مثلا، كنت عايز اعمل سكاي دايفنج مره، وكنت بعمله اقول لا، الناس قالت لي اصلها نط من الطياره وموضوع مخيف وبتاع، هيحصل ايه يعني؟ عايز اقول لك احلى لحظه في حياتي
اللحظه اللي نطيت فيها من الطياره دي احلى لحظه من في حياتي، وكان نفسي اكمل بس كان عندي مشكله في ظهري فما قدرتش ان انا اكمل الكورس بقى، ان انا اطلع انط بالباراشوت لوحدي. وده حلم من احلامي ان انا اعمله ان شاء الله. سيرفينج، السيرفينج على الامواج، ركوب الامواج، انا عمري ما عملته في حياتي. السنه اللي فاتت جربت، عجبني جدا، ومن ساعتها خلاص الموضوع بالنسبه لي بقى هوايه، وعايز اسافر انا ومراتي نعمل اسبوع سيرفينج في سريلانكا ومش عارف ايه. طب يعني كميه الاكسايتمنت، الحماس اللي بتطلع من الاكتيفيتيز، من الانشطه دي، انا صعبان عليا الناس ما تعملهاش، صعبان عليا الناس ما تشوفش الكلام ده. صح. خايف من ايه يعني؟ واحد جسمه كبير مش عايز يطلع يعمل سيرفينج. طب مين قال لك؟ ما انت ممكن تعملها وتبقى عاملها احسن من اي حد. طيب مش بتخاف ان في حاجات يكون خلاص قطرها عدى؟ يعني خايف من ايه دي مثلا؟ انا فعليا كنت بعمل اريال سيلكس، دايما اقول لصاحبتي فايتني قوي ان انا اعمل فيجر سكيتنج اللي هو تزحلق على الجليد. بس طبعا اي اصابه دلوقتي في السن ده هتقعد كتير قوي معكوك فيها. فصاحبتي تقولي لا مريان انت محتاجه تقللي الفومو وتأكسبت ان في قطر خلاص فات ده مش هنعرف نروح له. هل عمرك بتفكر كده؟ لا خالص، ما عنديش اي حاجه فيها حدود اللي اقدر اعمله خالص. مش شايف ده يعني. الحاجه الوحيده اللي يمكن كنت نفسي اعملها زمان البريك دانس بقى، ان انا اقعد على الارض اعمل الحاجات اللي هي كده دي والف على راسي. كنت متخيل ان انا ممكن اعملها زمان، دلوقتي اعتقد يعني فيزيائيا صعب ولكن برضو مش مستحيل يعني. لو اتمرنت شويه زياده وبقت المستوى اللياقه عندي كويس ممكن اجرب اعمل الكلام ده. بس انا مش شايف ان في اي حاجه تمنع، وعايز اخد بالي، اخد احتياطاتي. انا بعمل برضو من الحاجات الجديده تاني، معلش ازود لك واحده كمان، سكيت بورد. انا بدات سكيت بورد من سنتين، 44 سنه جبت سكيت بورد، نزلت لبست كل بقى الحمايات، الكوع والركب والبتاع ومش عارف ايه، ونزلت وجربته واتبسطت جدا. بعد فترة وقفت عشان بس الجو هنا لما بيغير بيبقى مستحيل طبعا. بس في الشتاء برجع تاني. اوكي. فلا مفيش حاجة تمنع، احنا بس كل ده في دماغنا احنا. فومو ماشي، انا مش عايز يفوتني حاجة وده غلط، المفروض ابقى سايب نفسي براحتي، بس ده مش معناه ان انا لو عندي حاجة نفسي اعملها ما اعملهاش. اوكي. لا خالص. طيب سؤال تاني، ليه في الوطن العربي بالذات الموديل بتاعك في الرجالة قليل؟ يعني بتلاقي ستات كتيرة ممكن تعمل حاجات مختلفة. ليه ما فيش رجالة سالكة كده يعني؟ يعني بيجربوا حاجات كتير، ما بيفرقش معاهم يلبسوا بامبا يلبسوا مطرقعة، ما بيفرقش يعني. ليه في توقعات ان الراجل يبقى في قالب معين غلس كده؟ اتوقع ان في سببين لكده. السبب الاول هو الضغط المجتمع، ضغط مجتمعي، الضغط الثقافي اللي احنا اتربينا عليه، ان ده ما ينفعش، ما يصحش، عيب، ده ما ينفعش يبقى شكلك كده وانت راجل، المفروض تبقى راجل يعني. لازم الراجل بقت مرتبطه بحاجات معينه هي في الحقيقه ملهاش علاقه بالرجوله خالص. الرجوله هي اخلاق وطباع وطريقه تعامل. والرجولة هي ان الواحد يبقى محترم في التعامل مع الناس. الرجولة ان انا لما حد يبقى محتاج حاجة اساعده. الرجولة ان انا اتعامل مع الست بحنية وطيبة، ومش ان انا اقوى عشان ابقى مفتري، لا، اقوى فاعرف احمي، يعني استخدم قوتي لحمايتها مش تحكيم رأيي او غيره. دي نقطة. كل اللي انا قلته الحاجات التعاملاتية الاخلاقية دي ملهاش علاقة خاص بشكل، يعني ممكن يبقى شعري طويل وبساعد الناس وجدع، وممكن يبقى شعري قصير ومش بساعد حد وشايف مصلحتي بس. فهي ملهاش علاقة خالص، احنا بس مجتمعنا اللي حط دي مع دي وقال لك هو ده اسمها الرجولة، الشنب الكبير والشعر القصير واللبس الرجالي والالوان المعينة. فده جزء الثقافي الخاص بالمجتمع. الجزء الثاني، انا في رايي ان الايجو او الكبرياء عامل خطير جدا، وانا بعتبره اكبر عدو للانسان. الكبرياء للاسف عند الرجاله اعلى من عند الستات، يعني في جزء كبير للاسف، ما اعرفش ايه يعني، انا مش دارس علم نفس ولا حاجه، بس انا مش عارف ايه سببه، بس اللي انا عارفه واللي بشوفه يعني موضوع الكبرياء عند الراجل عالي جدا. والكبرياء اللي هو الكبرياء الوحش مش الكويس، مش اللي هو ان الواحد يبقى فخور بنفسه او غيره، لا، هو الكبرياء اللي هو ما اعرفش اذا كان هو الاسم الصح الايجو هو الكبرياء ولا ليه ترجمه تانية، بس اللي هو بيخلي الانسان حاسس انه احسن من غيره، وحاسس انه لا يتقبل ان حد يفكر فيه بطريقه اقل من اللي هو شايفها. برضو بنرجع ان ده بيطبق تاني، بيرجع ينطبق على موضوع الرجوله غلط. ان انا الرجوله ان انا ابقى كده محدش يكلمني نص كلمه، ولو غلطت محدش يصلح لي. انا اقول لا انا مش غلطان ولا حاجه، وانا عارف ان انا غلطان، بس لازم الموقف يعدي من غير ما حد يغلطني عشان الكبرياء. ودي مصيبه، اعتراف بالخطا، ان انا اقول ان انا ممكن اكون مش كامل، مفاجاه ان انا انسان مش كامل، عندي اخطاء وعندي عيوب. دي حاجه غريبه جدا، ازاي نعترف بيها بقى؟ احنا كلنا عارفينها بس ما حدش بيعترف بيها.
بندخل في اي جدال في اي نقاش بتلاقي الناس بتتخانق وبتموت نفسها عشان تثبت ان هي صح. طب هيحصل ايه لو اللي قدامي مش عايز اصلا يقتنع وانا اخليه يكسب كده النقاش؟ يعني اقول لك ايه رايك مثلا البتاعه دي مصنوعه من ايه، تقولي لي نحاس، اقول لك والله انا شايفها سيراميك، تقولي لا هي نحاس، اقول لك طب تمام، طب كويس اوكي خلاص خلصت. ده حقيقي. أنا دايما بقول في الكبرياء الإيجو وفي ناحية تانية لاف، يعني بحس إن الحب والكبرياء هما بالظبط الخير والشر يعني من الآخر. يعني أمير، أنا عايزة أعرف أكتر عن شغلك. أنا عارفة إن أنت مهندس إضاءة وعملت مشروع كبير مع زها حديد، فياريت لو تكلمني بالتفاصيل شوية عن المشروع ده وتعلمت منه إيه. انا موضوع التصميم الاضاءه اللايتنج ديزاين ده اشتغلته من حوالي اكتر من 15 سنه دلوقتي، بس من اكتر المشاريع المحببه الى قلبي هو مشروع بتاع زها حديد اللي هو اسمه بيئه. هو مبنى شركه بيئه للاستدامه والريسايكلينج في الشارقه. المبنى كان اخر تصميم تقريبا تصممه زها حديد قبل ما تموت الله يرحمها، وهو المبنى على شكل ساند ديونز، كثبان رمليه في الصحراء في الشارقة. قصة المبنى ده بالنسبة لي أنا هي مبدأ حياة. يعني إزاي أنا اشتغلت على تصميم الإضاءة في المبنى كان هو ده الأسلوب اللي أنا بحاول أتبعه في حياتي عامة. فاللي حصل إن هم لما قالوا لي ده المشروع اتفضل اعمل لنا تصميم إضاءة، عايزين حاجة كذا كذا كذا، وسمعت من العميل كل طلباتهم، اتفرجت على الصور بتاعت المشروع، رحت جايب قافل الآيباد، خدت شنطة، خدت شوية هدوم، خيمة، رحت قعدت في جبل عالي على البحر لوحدي 3 أيام. قفلت تليفوني، بعت اللوكيشن لواحد صاحبي، قلت لهم لو حصل اي حاجه طوارئ يعني انا ده مكاني، وانا هفتح التليفون لما يجي لي مزاج افتح التليفون لما ربنا يفرجها. فرحت قعدت هناك 3 ايام وقعدت ما بعملش اي حاجه. انا قاعد بطلب اكل بيجي لي، بعمل شويه يوجا الصبح، بنزل اعوم، بصلي، بتفرج على البحر، بتفرج على الطيور، بتفرج على السماء، مش بفكر في مشروع خالص. يعني ممكن في اليوم مره افتح الايباد ابص على صوره المشروع واقفله تاني خلاص، يعني بس عشان يبقى ايه عندي فكره انا جاي اعمل ايه بس. لكن انا كنت مش بفكر، انا كنت رايح افضي دماغي من التفكير. هو ده كان الهدف، لان انا اعتقادي ان الافكار ما بتجيش من عندنا، الافكار بتيجي من فوق. فانا كنت بس عايز انظف الدوشه عشان استقبل الفكره صح. فقعدت كده ما بعملش اي حاجه، كنت قاعد لغايه لما تيجي الفكره. انا ما كنتش ناوي ارجع يعني غير لما افضل قاعد هناك لغايه لما تالت يوم، مع بقى هدوء نفسي رهيب. تخيلي التليفون بس، تخيلي بس تقفلي تليفونك 3 ايام، احساس الهدوء اللي هيحصل لك. بدات دماغي تبقى صافيه لدرجه ان انا قعدت اتفرج على الرمله بتتحرك ازاي من الهواء. فقعدت اتفرج ان في شويه رمله وقعوا من الحته الاعلى دي للحته الاقل والهواء حركهم كده. فإيميديتلي الفكره طلعت، قلت المبنى في الصحراء والمبنى على شكل الكثبان الرمليه. اللي بيكون الكثبان الرمليه هو ايه؟ هو الريح، اتجاه الريح وحركه الريح. فقررت اعمل الاضاءه على المبنى متوصله باتجاه الريح وسرعه الريح في المكان ده. لحظيا بتتغير حسب اتجاه وسرعه الريح. لميت حاجتي، رحت البيت، قعدت بقى خلاص ايميلات وحاجات عشان اعرف الكلام ده، الاحلام دي هل قابله للتنفيذ ولا لا بالتكنولوجي اللي عندنا. بعد حوالي 3 شهور من المذاكره وصلت لان انا عندي تصور كامل، وبدانا نضيف بقى حاجات تانية. قعدت ازود بقى، قلت لا طب مش بس الريح، طب ما خلينا ناخد المطر كمان. لما الدنيا تمطر يبدا المبنى يتحول لميه. لما يبقى الجو فيه رطوبه عاليه تبدا الاشكال اللي على المبنى تبقى مهزوزه. لو الجو رطوبه قلت وبقت الجو جاف الاشكال تبقى واضحه جدا وخطوط واضحه، وهكذا. مرحله القمر في الشهر تغير برضو الالوان. وعملنا قصه كبيره جدا ورحت عرضتها على العميل وعلى فريق العمل بتاع زها حديد، والاثنين وافقوا من اول اجتماع الحمد لله. والفكره اتنفذت وخلصت واتعمل عليها وثائقيه في ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي. 1.5 ساعة عن المشروع، وانا طالع كده 3 دقايق في النص. اللي عايز اقول بقى تاني نرجع نلخص القصه دي. القصه مش قصه ان انا لا ذكي ولا مبدع ولا فنان ولا غيره، انا بس ربنا اداني شويه تولز كده العب بيها، شويه ادوات افهم الى حد ما هي الافكار بتيجي ازاي. فانا معترف 100% ان انا مش صاحب افكار، انا بس مجرد وعاء بيستوعب هذه الافكار، والافكار بتيجي من عند ربنا. فانا بس بحاول على قد ما اقدر ممارساتي اليوميه ان انا انظف الاناء ده، الوعاء ده. عشان كده بطلع اقعد على البحر كل يوم، عشان كده
بروح اقعد اشرب قهوه مع ناس بحبهم، اقعد اتكلم معاهم وينظفوا لي ده وينظفوا لي هنا ده، عشان ابقى جاهز كل يوم يطلع لي فكره جديده. بس ده طريقه تفكيري في الحياه عامه يعني. عايزة أسألك، بتلاقي ناس شبهك تحوط بيها نفسك؟ ولو في بتلاقي عرب زيك ولا قليل؟ كل الناس موجوده في كل مكان، هو ده مم. يعني ده المبدا. يعني ان انا كنت قبل ما اعيش في دبي انا كنت باجي زيارات، مم. ولما كنت باجي زيارات كنت بقول دبي هي اخر مكان ممكن اعيش فيه في الدنيا، لان هي لا تناسب شخصيتي. كنت باجي بقى طبعا اصحابي عايزين يفسحوني بقى، انا جاي زياره، مم. فبياخدوني بقى الاماكن الغاليه مش عارف ايه، اللاونجز، البرانشز، البتاع. مم. و... ونوعيه الناس اللي كنت بشوفها للاسف كنت بحكم عليها يعني بعدم فهم ان النوعيه دي من الناس مش هي دي انا، ومش مناسباني، وكلهم ماديين ومناظر وبراندز وساعات جيت عشت هنا وفوجئت بعدد رهيب من الناس الطبيعية البسيطة اللي عندهم إنسانية وعندهم فن وعندهم إبداع وعندهم جنون وعندهم اختلاف عن التقليدي. وبالعكس لقيت في دبي أكتر من أي حتة في الدنيا الكلام ده. ولكن الجميل هنا بقى في البلد دي الانضباط. يعني احنا عندنا كل الأفكار والانفتاح، بس في منظومة منضبطة. لأن ممكن نلاقي الكلام ده في أوروبا في أماكن تانية بدون انضباط، بيبقى فيه بالنسبه لي انا مزعج. يعني بالنسبه لي انا كانسان، مش هقول لك راجل شرقي لان انا مش شرقي خالص، انا يعني ابعد ما يكون عن الراجل الشرقي، ولكن كانسان عندي باقه من المبادئ انا محافظ عليها جدا. فبشوف الانفتاح المطلق انا بالنسبه لي مزعج. وبرضو بطلت احكم عليه. يعني انا ما بحكمش على حد، بس انا بقول انا ابقى في المكان ده منزعج. لما بروح اوروبا واروح اماكن فيها فيستيفالز ومهرجانات وكذا، بكتشف ان الاجواء مش عجباني لان الموضوع مبالغ فيه. في مصر كنت هتلاقي ناس شبهها؟ في مصر اكيد فيه، وانا ما قابلتش كتير في مصر نفس طريقه التفكير، بس انا متاكد ان فيه كتير. بعتقد تصرف موجود في مصر مرعب. موضوع الحكم على الناس درجه مرعبه. يعني انا عارف ان في حته الجادجمنت وان انا ابقى جادجمنتال واحكم على الناس، دي موجوده في كل حته في العالم باشكال مختلفه. احنا في مصر خدناها لمستوى اخر، الوحش. مستوى اخر. يعني السمراء ننتقدها، اللي شعره طويل ننتقده، اللي شعرها قصير ننتقدها، اللي مغطيه شعرها ننتقدها، واللي كاشفه شعرها ننتقدها، واللي لابس واسع ننتقده، واللي لابس ضيق ننتقده. يعني احنا الفكره ان النقد الهدف النقد. ان انا بصحى الصبح طالع من بيتنا نازل الشارع بدور على ايه هنتقده، وللاسف بيبقى يعني داخليا انا معتقد ان ده داخليا ناتج عن ان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا. فانا عايز اتاكد ان انا احسن من الناس دي كلها. فابدا ابص على الناس كلها واصنفهم واحطهم في بوكسات كده عشان اعرف ان انا كويس. كفايه ان انا اعرف اصنفهم. ودي مصيبه. ف يعني مصر انا بتخض ساعات من تصرفات الناس فعلا بيحكموا على شكل جدا. وانا احيانا بشوف ناس بتتكلم على شعري قدامي. يعني ادخل صيدليه مثلا تروح الدكتوره قايله للدكتور بص شعره قدامي. يعني انا اصلا فاكرينك مش هتفهم، على اساس ان انا مثلا مش هفهم، او حتى لو فاهم هي مش قادره تمسك نفسها من الحماس ان هي تتريق على شعري مثلا. فلا طبعا الموضوع اصعب شويه. انا مره واحد من فيديوهاتي واحده قالت لي انت ضاربه شعرك في الخلاط، فالفيديو اللي بعده عملت اوفر على الخلاط اللي انا بعمل فيه شعري. يا جماعه لكل اللي سالني عن الخلاط اللي بضرب فيه شعري ادي تفاصيله. بس ده حقيقي جدا. في كمان ان احنا بنحكم على حاجه من شكلها. يعني من قبل ما اعرفك انا قررت ان انت مثلا لاسع ومجنون ومش حد اخده بجديه او العكس يعني. وعايز اقول لك ان ده احيانا بيضرني في حاجات، بس انا مش بتضايق. يعني انا ممكن في شغل مثلا اروح لحد يبص لي كده بصه يقول لك ده مش فاهم حاجه. تمام، مش ما عندوش استعداد بقى يسمع بقى لا برج خليفه ولا غيره. انا خلاص انا بالنسبه له كده الشكل ده ما هو مش هيطلع قماش. بصراحه مش بحاول اقنع حد. اللي مش مقتنع بيا اهلا وسهلا، سلامه، اشوف حد تاني يقتنع بيا خلاص يعني. ومش بندم ولا بزعل ولا بحاول اغير نفسي خالص يعني. طيب سؤال تاني. انت مؤخرا قررت ان انت تدرس دايفنج وتبقى دايفنج انستراكتور او مدرس غطس. ده عايز تعمله ايه؟ كهواية، كجزء من شغلك، او بتفكر في ايه يعني؟ هواية تانية على الهوايات اللي عندي. لا انا بغطس من سنين وبحب الغطس جدا، بس مؤخرا بدأت احس الجيل بتاعنا ولاده
بداوا يوصلوا لسن ان هم يبداوا يغطسوا، المفروض عايزين يغطسوا. فلاحظت ان كتير من الولاد الصغيره، الولاد اصحابي وولاد اخواتي وهكذا، بيبقوا مش عايزين يجربوا، خايفين من التجربه، او لو جربوا حظهم وحش ان يجربوا مع حد مدرس يكون عقدهم، او يكون شديد زياده، او يكون متساهل زياده، فما يديهمش الحاجات السيفتي، الامان المطلوبه في الغطس. الغطس رياضه جميله ولذيذه وكل حاجه، بس هو لو هنلخبط في المواصفات الامان يعني هنضيع. الموضوع مخيف، فما فيهوش هزار. فقررت ان انا اخد الدور ده، ان انا اتعلم عشان اعرف اعلم الناس اللي بحبهم مبدئيا، وطبعا بعدين ان شاء الله لو الموضوع بقى كويس وبدات ادرس لناس تانية اهلا وسهلا. بس انا عايز ابدا باصحابي، ولاد اصحابي وهكذا، عشان بس انقل العشق اللي عندي للرياضه دي لناس تانية. وخصوصا انا بحب اعلم الاجيال الصغيره عشان يبداوا بدري، فيبداوا يبقى ده يشكل جزء من حياتهم، بدل ما الطفل يكبر ويبقى مراهق يبدا يشوف حاجات فيها بوظان وفيها حاجات غلط. طب ما ياخد له هوايه حلوه يتسحل فيها، يتشغل فيها، ويخلي وقته وتركيزه فيها، هي ورياضة وغيره، عشان احنا مش هنعرف نحمي الولاد الجديدة، الأجيال الجديدة من اللي بيشوفوه حواليهم، بس نقدر نوجههم لهوايات مفيدة وحاجات مفيدة، بحيث ان هم يتشغلوا فيها، ما يبقوش فاضيين يبصوا على حاجات تانية. طيب تقول ايه لأي حد فوق 40 وحياته ما فيهاش ألوان، يعني عايش في اللون الرمادي، يعمل ايه عشان يضيف حاجات بهجة لحياته؟ اقول له، قلت مره العميل عندي في دوله عربيه شقيقه قلت له على فكره البينك مش عيب، يعني قلت له كده في الميتنج، يعني في اجتماع، لان كنا بنعمل اضاءه على برج كده، مبنى عالي، وكنت حاطط الوان، فمنها كان فيه اللون البينك والفوشيا. فقال لي يا مهندس امير يعني صح، ده برج يعني بيزنس، مش كلاب يعني. قلت له على فكره هو اللون البينك ده لون مش عيب يعني، مش حرام. وطلعت له شويه صور كده من الانترنت، ورد ومن نباتات لونها بينك، وحاجات لونها بينك طبيعيه في الطبيعه، غروب الشمس لما بيبقى احيانا اللون لونه بينك على ازرق على برتقالي كده. فقعدت اتفرج، قلت له تفتكر الحاجات دي عيب يعني؟ تفتكر ان الالوان اللي في الطبيعه دي حرام مش صح؟ فطبعا ما عرفش يقول حاجه. بس قصدي مش الهدف برضو ان انا اقول وجهة نظري انا، بس انا بتكلم ان احنا ما عندناش ما يمنع من اكتشاف الحاجات وتجربة حاجات جديدة، وان احنا نبقى براحتنا، وان انا مش بقول الناس البس الالوان عشان تبقى بتلبس الوان. انا بقول لحد لو صحي الصبح وحس ان هو عايز يلبس لون بنفسجي يلبس بنفسجي. ما يعني لو شاف قميص لونه اصفر فاقع وقاسه على نفسه وهو واقف قدام مراية وطلع شكله حلو، طب ما يلبسه. بس هو غير اللبس، انا بتكلم على عامة ان الحياة يبقى فيها اللبس هو جانب اللي بنشوفه، بس الحياة محتاجة ألوان، ومحتاجة بهجة، ومحتاجة سرور، ومحتاجة نخف شوية على نفسنا. يعني بلاش قسوة على نفسنا، بالراحة كده، لازم ناخدها بجدية. لا نطبطب كده على نفسنا، معلش احنا كويسين، نتعب، نعمل مجهود، نشتغل جامد، احنا جد في كل حاجة. طب ما عادي ناخد راحتنا ونهزر شوية ونفرفش شوية. مش لازم كل حاجة تبقى بالتنشنة وبالشد وبالبلانينج وبالتخطيط وكل حاجة ماشية زي الورقة والقلم. سيب لنفسك مساحة، سيب لنفسك مساحة للتجربة والخطأ والاستمتاع بالحياة، لهدف ان احنا نستمتع بالحياة. بس مش لازم يكون فيه خطة كبيرة وبلان محددة وخطة 5 وعشرية و15. لا مش لازم، الحياة مش كلها كده. في ده وفي الجانب العادي، ان انا النهاردة صحيت الصبح ليا مزاج اتعلم جيتار، هروح جاي مش هشتري جيتار، هستلف جيتار من واحد صاحبي بيلعب جيتار، وهقعد افتح فيديو يوتيوب واقعد اتعلم 4-5 حاجات في ساعة. انا كده عملت انجاز، بغض النظر ان حتى لو مش هلمسه تاني. بس لما جالي النداء بتاع الجيتار لبيت نداء الجيتار ورحت لعبت. لما يجيلي احساس ان انا عايز اجرب الغطس، اروح اجرب الغطس مرة، مش لازم يعجبني على فكرة. حلوة النصيحة دي، لما يجيلك نداء الحاجة او لما حاجة تشدك لبي النداء وجربها فورا. وخد قرار. انا برضو نصيحتي ان انت لما تعمل حاجة ما تقولش خلاص طب انا هعملها بكرة بقى ان شاء الله. لا، اعملها دلوقتي. لو مش هتعملها دلوقتي احجز دلوقتي. يعني كلم مكان فورا، اعمل بوكينج لحاجة معينة انت عايز تعملها. خد القرار في 2 minutes، دقيقتين بالظبط. لو عديت دقيقتين مش تاخد القرار.
السؤال اللي بحب اساله لاي حد بيجي في محدش قال لي، محدش قال لامير ايه؟ محدش قال لي ايه؟ محدش قال لي حاجات كتير، بس اعتقد ان الحاجة الاساسية اللي انا اتعلمتها مؤخرا ومحدش قالها لي في الحياة، مهم. فكرة ان اسوأ حاجة في الدنيا الحكم على الناس. مم. فعلا يعني فعلا لو احنا طلعنا دي من حياتنا هنرتاح جدا. احنا دايما كنا بنتعلم واحنا صغيرين ان احنا بنشوف حاجة غلط بنقول ايه ده، بص ده عمل حاجة غلط، فاحنا مم. بنربط دايما الشخص بالفعل، بالحاجة اللي اتعملت. انا مؤخرا بدأت احس ان اكتر تصور لي انا يريحني، او اكتر طريقة تفكير تريحني في الموضوع ده، ان انا عشان بخسرش برضو الصح والغلط ومبادئي، انا بفصل الفعل عن الفاعل. مم. يعني اول ما اشوف حاجة غلط بروح اعمل كده زي افلام الكرتون كده، بطلع الشخص واخلي الحاجه اللي اتعملت مهم. واحكم على الحاجه اللي اتعملت. لو شفت حاجه غلط دي غلط، الشخص اللي عمل كده انا بطلعه بره، مم. بره حساباتي. انا لا بقول عليه كويس ولا وحش، مم. لان مش شغلي. مهم. لكن انا اتعلم لما اشوف موقف ان انا اصنف الموقف ان هو صح وغلط طبقا لمبادئي، والاهم من ان انا اصنفه ان انا اصنفه ليه، مم. عشان انا اتعلم ان انا ما اعملش كده. مهم. فانا اتعلم من الحاجات الغلط اللي بشوفها ان انا ما اعملهاش، فخلاص بقى كده ارتحت. وده فادني جدا انه ما بحكمش على الناس، فبقيت كمان مش مقتنع ان حد يحكم عليا، فما بقتش فارقه معايا الناس تشوفني ازاي وتقيسني بمقاييسها هي ازاي. انا بقيت بعمل اللي انا يرضي ضميري وحاسس ان انا مبسوط بيه. اللي هياخده باستحسان شديد واعجاب شديد اهلا وسهلا، اللي هياخده باستنكار وكره وعدم احترام اهلا وسهلا. الاثنين بالنسبه لي متساويين تقريبا يعني.